كل راجل مش مظبوط ياخد مراته في صلاة العيد وتصلي الرجالة مع الستات، والدنيا بصراحة يعني مش حلوة خالص. تلاقي الستات مع الرجالة والرجالة مع الستات، واللي بيضحكوا في الصلاة واللي بيهزروا، وأمور بصراحة مش حلوة. مفيش شيخ يتكلم يقولك الكلام ده غلط. مش كل راجل مراته تقول له تعالى روح نصلي العيد يمشي وراها زي الدلدول. لما تبقى عايزين تصلوا خلوا الرجالة لوحديهم والستات لوحديهم، مش رجالة مع ستات ويقولوا لك صلاة. صلاة ايه ده؟ يعني ينفع الراجل بيبقى يصلي وقدامه واحدة ست بتسجد ومفيش اي شيخ يتكلم؟ احنا عندنا الصلاة في الصعيد بتبقى صلاة العيد الرجالة بس، مفيش ستات بتروح تصلي صلاة العيد. الكلام ده ما بيحصلش الا في القاهرة، لان لا في قيم ولا مبادئ ولا اخلاق. المفروض كل شيخ محترم ينبه قبل صلاة العيد ممنوع الستات تصلي مع الرجالة، والست تلاقيها رايحة تصلي العيد لابسة لبس محزق وعاملة مكياج في وشها والدلدول ماشي معاها ولا كأنها موجود. احترموا نفسيكم. كل شيخ المفروض محترم ينبه عن الكلام دوت. احنا عندنا في الصعيد في رجالة، فعشان كده مفيش ست بتروح تصلي صلاة العيد مع الرجالة. واحترموا نفسيكم وتعلموا.